مساء الخير. ايه هي مقاييس التشخيص للاسبرجرز؟ يعني المقاييس اللي مكتوبة في دليل الاحصائي. الاسبرجرز مش هو التوحد. الاسبرجرز مختلف عن التوحد، وطبعا في فرق، يعني في فروق كتير لو هنتكلم بشكل علمي، لكن بشكل مختصر جدا الاسبرجرز هو هو بالظبط التوحد اللي تم اكتشافه متأخر وهو اللي مش باين. يعني التوحد يمكن دي الصفة الأساسية فيه، إن التوحد بيبان في الطفولة جدا، بيبان جدا في الطفولة. فبيتعرف الشخص عنده توحد. إنما الأسبرجرز مخفي، يعني مخفي وما بيبانش وقت الطفولة، والشخص دايما بيكتشفه على كبر. وأنا هقول إزاي، هقول إيه هي مقاييس بقى التشخيص بتاعة الأسبرجرز. يعني according لل DSM diagnostical and statistical manual، اللي هو زي كده الدليل اللي موجود في امريكا، مكتوب فيه مقاييس التشخيص. فدي مقاييس التشخيص بتاعت الاسبرجرز، انا هحاول اقولها واشرح منها امثله. والحقيقه برضو عشان ما بقاش بكذب، انا طبعا الفيديو ده بالذات مستوحى من فيديو لدكتور معروف. يعني انا والسبب في كده علشان انا ما بعرفش الخص ان هو قدر اكشلي يلخص، فهو ديفينتلي متاخد منه، انا بس مترجماه يعني الى حد ما، وهحط حاجات من عندي. اول مقياس اللي هو نقص، هو اسمه كده، نقص التبادل، المبادله الاجتماعيه. نقص المبادله الاجتماعيه، يعني المبادله الاجتماعيه يعني ايه؟ يعني مفيش توازن، مفيش توازن في المبادله، في التواصل الاجتماعي. يعني ايه؟ يعني الكلمه اسبرجرز بتقال بالانجليزي بنقول عليها اسبي، ده يعني دلع لكلمه اسبرجرز، وهي المفروض لما بنقولها بيبقى ليها معنى ايجابي، معنى ايجابي. يعني هي اتحطت اصلا من الناس اللي اتشخصوا اسبرجرز، ودايما لما بتتقال يعني بتحمل معاني اللي هو ايه، ان انا مختلف، وانا مختلف بشكل كويس. ده اللي منتشر لما بالذات لما بنقول اسبي، يعني اللي هي ايه، كاني بدلع كلمه اسبرجرز. لكن هي طبعا بشكل علمي هي متاخده من اسم واحد اسمه هانز اسبرجرز، وهو ده اصلا اللي اكتشف سمات الاسبرجرز. انا بشرح عشان تبقوا انتوا فاهمين المعنى الاجتماعي بتاع الكلمه. احنا منفصلين ما بين جزئين. يعني في ناس بتقول على I'm an aspie، يعني انا زي ما اقول انا متوحد وفخور. هي كلمه حلوه، يعني هي كلمه بتحمل معاني ايجابيه. لكن في جزء تاني طبعا من الاشخاص ما بيحبوش كلمه اسبرجرز، لان الاسبرجرز نفسه الشخص، يعني دايما اي كلمه مرتبطه بشخص ممكن لو تاريخه في حاجه مش كويسه الناس تتضايق وبتاع، لان هو كان بيقولوا متورط مع النازيه وما اعرفش ايه. المهم دي قصه تانية، والراجل كتر خيره ان هو اكتشف الموضوع ده. فلكن المنتشر ان مجموعه من الناس كبيره بيقولوا احنا ايه، ايمن اسبي، يعني لان كلمه توحد دايما ارتبطت للاسف، يعني ده طبعا المفاهيم الاجتماعيه، لكن انا مش بتكلم بشكل علمي. المفاهيم الاجتماعيه بتاعت اوتيستيك يعني مش حلوه للاسف، يعني وده اللي انا بحاول اغيره. فاحنا عندنا نوعين من الناس. لما بنقول على حد نيوروتيبيكال، يعني احنا بنقول على حد النيوروتيبيكال ده اللي هو ايه، مش اسبرجر، مش اسبي. والاسبي هو الاسبرجرز. والاسبي نفسه بيشوف نفسه على انه مختلف، هو ما بيشوفش نفسه على انه ضعيف او اللي هو انا مريض، لا، هو بيشوف نفسه على انه مختلف، وعنده طبعا شويه صراعات بالظبط زي ما التقليدي او اللي بنقول عليه بالانجليزي نيوروتيبيكال عنده صراعات. نيورو يعني عصبي، تيبيكال يعني تقليدي. تمام. اول مقياس هو نقص في التبادل، يعني مفيش توازن. يعني النيوروتيبيكال بقى اللي هو التقليدي، هو ربنا خلقه فعلا ايه، مجهز ان هو يعمل صداقات بسهولة، يفهم الناس بسهولة، يبدأ علاقة ويحافظ عليها. الموضوع ده ما بيفكرش فيه، لدرجة ان النيوروتيبيكال اللي هو الطفل التقليدي لما بيروح المدرسة، هو يعني يمكن الحاجة اللي بتخلي الطفل ده ان هو يروح المدرسة مش عشان يروح يذاكر، هو رايح اصلا علشان ربنا خلقه بفطره بتستمتع بالاجتماعيات، ان هو رايح مستمتع ان هو هيقابل صحابه وهيلعب. الحته دي بالنسبه له ايه، بياخد منها انرجي، يعني هو بياخد منها طاقه. الاجتماعيات بتعمل له طاقه، بتعمل له حافز، بيبقى مبسوط، بيبقى رايح علشان كده. الاسبرجرز عنده قدره هايله ان هو يبقى اجتماعي، عنده القدره.
ولكن القدرة مش جايه له بالطبيعة، مش جايه له بالحدس. يعني بيستخدم مخه، بيستخدم المنهج، بيستخدم الانتلكت اللي هو العقل، ما بيعملهاش بالفطرة. هو بيصارع، يعني هو بيصارع لانه بيستخدم حاجة شخص تاني بيعملها بالفطرة، ده بيستخدمها بالعقل. ده جزء من صراعاته يعني في المبادلة دي. يعني ايه ما عندوش مبادلة اجتماعية؟ دي بتظهر بكذا شكل. احنا الحقيقة يعني ما عندناش نوع واحد، ما عندناش شكل واحد من التوحد. يعني انا لما اقول مثلا على الفيسبوك انا اشك ان الممثل ده متوحد، ما يبصش الشخص العادي يقول ايه ده الممثل ده متوحد يبقى اكيد ابني مش متوحد. لا، ده لان التوحد انواع، واحنا هنتكلم على الانواع اللي منتشره قوي او بيظهر ازاي. احنا بنبدا بنوعين. النوع الاولاني هو الطفل مثلا او المراهق اللي بص كده على الاطفال ومش فاهم بيعملوا ايه، هو مش فاهم ايه اللي بيعملوه ده، فكل ده طبعا بشكل لا شعوري، هو مش فاهم ايه اللي بيعملوه ده، فقال انا مش مهتم باللي بيعملوه ده، انا هاخد بعضي واخد اللعبه بتاعتي، الحاجه اللي بحبها، واقعد العب بيها، انا هنعزل. تمام، مش بيعملها بزعل، وده الشخص اللي احنا بنقول عليه ايه، اهتمامه اكتر في الاشياء. ده المتوحد اللي هو لقى حاجه بتبسطه اكتر من ان هو يبقى اجتماعيا نشيط. تمام. ده النوع اللي ده نوع بيبان قوي، يعني منعزل ومنعزل وهو مبسوط. في النوع التاني اللي بص كده برضو قال انا مش فاهم حاجه خالص من اللي بيعملوه، العمليه صعبه، لكن انا عايز ابقى اجتماعي، انا مش عايز ابعد. والنوع ده يعني ده اللي بيظهر لنا من بره ان سلوكه عنيف شويه. يعني مثلا بيبقى باصي يعني عايز يحتل القعده، وعايز يعمل قواعد ويقول لده لا انت هتعمل كده وانت هتعمل كده وقوانين اللعبه كده، وايه بيفرض نفسه. بيفرض نفسه لان هو مخه برضو في الاخر منهجي. وعادة اللي بيحصل ان يعني الكبار ممكن يقولوا عليه شخصيته قوية، ولكن ممكن الاطفال يقولوا ايه، متعب ومش حابين طريقته، مش حابين طريقته لانه مش حاططنا في الحساب يعني. ده اللي بيظهر. وده بينزلنا للمقياس التاني اللي هو برضو طبعا النقص الاجتماعي اللي احنا بنقول عليه نقص في التواصل الغير لفظي. نقص في التواصل الغير لفظي. التواصل الغير لفظي اللي هو حركات الايد، حركات الوش، حركات الجسم. لان التواصل، لا، الناس فاكره ان التواصل هو اللغه. اللغه دي واحده من عناصر التواصل، لكن في الاصل احنا كبشر يعني ما بنستخدمش اللغه فقط للتواصل. احنا اساسا 95% من تأثيرنا على بعض مش جاي من اللغة، ده هو جاي من حركات الجسد ومن تعبيرات الوش ومن الكلام ده كله. تمام. ده بقى ده المقياس التاني اللي هو ايه، النقص في الحاجات اللي مش لفظية دي. لان الاسبرجرز بعكس المتوحد او اختلافا عنه ما عندوش مشكلة لغوية، يعني ما كانش محتاج تخاطب وهو صغير، هو بيتكلم. وده واحد من الاسباب ان هو مخفي. تمام. فاحنا عندنا النقص في التعبيرات الغير لفظيه. يعني الطفل مثلا اللي في المدرسه ده اللي هو النوع التاني اللي ما انعزلش، ده اللي بيحاول يبقى اجتماعي بس بيصطدم ده، ما بيقراش حركات الوش، ما بيقراش ان الشخص اللي قدامه مثلا زهق من الحوار، ما بيقراش ان الشخص اللي قدامه نفسه ياخد دور، ما بيقراش هو يعني بيشوف الحاجات بس ما بيشوفش المعاني الاجتماعية وراها، ما بيشوفش الحاجات اللي ما بتتقالش، ما بيشوفهاش. تمام. ف طبعا بيظهر ان هو مثلا يا اما بيقاطع، بيظهر ساعات ان هو عنيف، ان هو اناني، لو حد كبير بيتقال عليه غلس، ده جليات، ده ما بيفهمش. ودي ساعات بتبان في اللغه، يعني ساعات تبان مثلا ايه في اللفظ نفسه. انا طبعا اللي بقوله ده مش شرط كله يظهر، لكن هيظهر منه حاجه او اتنين. يعني هو ده التوحد، هيظهر منه حاجه او اتنين في الاسبرجرز. يعني مثلا من ضمن امثله اللغه ان طريقه اللغه ممكن تبقى النغمه بتاعه اللغه مختلفه، يا اما مثلا شخص صوته عالي قوي، يا اما صوته واطي قوي، بيتكلم بطريقه غريبه، يعني احنا بنقول مختلفه.
طبعا اللي منتشر قوي طبعا بيبقى اللي هو الشخص اللي بيتكلم زي الانسان الآلي، ده نوع. لكن في انواع تانية ان البنت بتتكلم بطريقه غريبه او الولد بيتكلم بطريقه غريبه، يعني انت بتاخد بالك من الطريقه. ده واحد من الحاجات اللي ممكن تظهر لنا في اللغه نفسها، في النغمه بتاعت اللغه، طريقته حتى هو بيقول نكته يعني نفس الطريقه اللي هو بيتكلم فيها الحاجه مثلا. فهو في اختلاف، وده اللي احنا بنقول عليه في الدليل بتاع التشخيص بيقولوا عليه نقص، لكن احنا في الواقع هو اختلاف فعلا. لان النقص معناه ان ممكن تكون حاجه ما بتحصلش، لكن الاختلاف هي بتحصل، بس بتحصل بطريقه مش تقليديه. تمام. ف زي ما قلت هما النوع اللي هو ايه يعني التاني ده، علشان هو بقى بيحاول يبقى اجتماعي. المفروض مثلا ان حركات الوش عامله زي كده اضواء زي اضاءه انا اسفه اللي هي الترافيك لايتس، يعني اللي هي اللون الاحمر معناها اقف، اللون الاخضر معناها العربيه تمشي، اللون البرتقاني استعداد. احنا الوش، تعبيرات الوش والجسم هي عامله زي الترافيك لايت. لما مثلا انت تكون المتوحد ده بيتكلم واللي قدامه مثلا بيعمل كده ومندمج، معناها كانه بيقول له كمل كلام انا سامع. لكن لما اللي قدامه مثلا يبدا يعمل كده او يعمل مثلا حركات معينه، هنا ده اللون البرتقاني معناها، او اللون الاصفر معناها ان هنا ايه الشخص المتحدث لازم يوقف يبطأ. صح، دي قراءة الوجه، ده مثال. واللون الاحمر يعني الشخص يقول له انا تعبت، او اللي هو يعمل كده، او خلاص يعني باين ان انا ايه فعلا تعبت. هنا بنلاقي مثلا ان الطفل او الشخص المتوحد هو مش قاري الحاجات دي او مش قاري حاجه منهم، فبيحصل دايما ان الشخص اللي بيتم التحدث معاه بيشتكي شويه، يعني ممكن بقى يقول كذا حاجه حسب. لكن من ضمن الحاجات مثلا اللي بتظهر دي مثلا من الحاجات اللي عندي انا اللي هو ايه دليل على عدم مثلا المبادله، مثلا اللي هي ايه المونولوج. احنا بنقول على المونولوج يعني ان حد يقعد يتكلم والعمليه مش رايحه جايه، انا بتكلم لوحدي، يعني انا بتكلم وانت دورك ان انت تسمعني، او بتكلم في نفس الموضوع مثلا، يعني بتكلم لوحدي بتكلم في نفس الموضوع. فاتني خالص ان انت ممكن تكون زهقت، او عارف بس مش قادر اوقف نفسي عايزه اكمل نفس الموضوع. هنا هو ده المقصود بالمبادله، ان انت المفروض الحوار رايح جاي زي الموجه. لكن لا، عند المتوحد هو مش زي الموجه خالص، دايما في حاجه مخليه التواصل غريب، او بيتكرر، او يعني مش معاك في نفس السكه. تمام. دي بتظهر مثلا ان ممكن مثلا الطفل زي ما قلت يقطعك، ممكن يوقفك، يعني يقول لك انت اللغه اللي انت بتتكلم بيها غلط، انت استخدمت كلمه غلط، ليه استخدمت الكلمه دي؟ حرفيه التفكير، يعني هو عنده لغه، ده من كتر ما هو عنده لغه هايله ممكن اكشلي يقول لك لا انت قصدك لغه، انت قصدك كلمه تانية، انت ليه استخدمت الكلمه دي؟ ويركز على ده مثلا. ده نوع من انواع برضو ايه نقص التبادل، المبادله، والكلام ده كله. لان انا برضو هشرح في الاخر ان عاده بره التشخيص الرسمي بيبقى فيه ساعات بروفايل معين بيبين اكتر ان الشخص ده متوحد، اللي هو البروفايل التعليمي، يعني ان الطفل مثلا وهو صغير هايبر لكسيك، عنده قراءه مفرطه، عنده ذكاء لفظي، او العكس عنده ديسلكسيا، مش عارف يقرا الكلام مش شايفه كويس، الكلام داخل في بعض مثلا. هقولها دي بعدين، انا اسفه عشان بدخل. تمام. فاحنا عندنا هنا نوع الاسبرجر ده ان هو في الحته الاجتماعيه في كذا حاجه، ان هو يا اما انعزل خلاص واخد بعضه في حاله ولا بيمثل ولا حاجه، يا اما مصمم يكون اجتماعي، وفي الحاله دي طبعا ممكن يظهر شويه مشاكل زي اللي انا قلتها دلوقتي. يعني احنا عندنا كذا نوع، ممكن واحد يبقى ماشي وراهم بيقلدهم، ممكن واحد يبقى بصي، ممكن واحد ينعزل، بس هو فيه مشكله. تمام. تالت عنصر من المشاكل الاجتماعية أو التواصلية هي اسمها نقص في المبادرة، إني أبادر أو أحافظ على العلاقة. أبادر بالعلاقة عند الطفل التقليدي أو الإنسان التقليدي بسهولة جدا، بيبقوا مثلا دخل مكان زي الملاهي ولا دخل مكان لعب، بتلاقي لعب يعني هو يعني بتلاقيه فجأة بقوا صحاب، هما ما يعرفوش بعض وفجأة ايه اتصاحبوا على بعض. صح. المتوحد يبص، يعني الاسبرجرز يبص على الكلام ده يقول هم عملوها ازاي؟ يعني ازاي عملوها دي؟ يعني هو ايه القاعده؟ طب هو في قاعده؟ طب يعني انا اقول ايه؟ طيب يعني انا ابدا اقول ايه؟ طب يعني ازاي ادخل؟ الصراع في الدخله دي المفروض ما يحصلش عند البني ادم التقليدي، وخاصه لو طفل. يعني احنا مبرمجين، مش احنا بقى التقليديين، يعني ان هم يبداوا العلاقه
دي على الاقل سهله يعني. انما الاسبرجرز يا اما مش هيعملها، يا اما هيعملها، وده اللي عاده بيحصل مع الاسبرجر ان هو بيعملها لكن بيعملها زي ما قلت استخداما بالعقل. يعني الموضوع ما اتعملش بشكل تلقائي. يعني ممكن مثلا مثال على كده، طفله هي يعني هي مش عارفه تدخل الشله دي، فلقت مثلا هي عملت مثلا حاجه غريبه بورق الشجر، حاجه غريبه قوي، وهم ضحكوا، فقعدت تزود فيها علشان لقت مثلا ان هم ايه ده ضحكوا، ده انا اعملها تاني بقى. فهنا استخدمت طريقه بالانجليزي unusual يعني غير معتاده، طريقه غريبه. ده مثال. او عملها بشكل مجهود. يعني بيجي هنا مثلا المراهق، الولد يقول هو انا ازاي، يعني هو انا ازاي مش عارف اصاحب، يعني انا ازاي مش عارف اصاحب بنت، مش عارف حتى ابدا الحوار ازاي، مش عارف. ممكن تيجي عند حد كبير ادلت مثلا، يعني ست مثلا وعايز تتجوز، يعني دي حاجه انا عملتها انا يعني، بس انا ما فكرتش في نفسي كست وقتها. يعني انا عايزه مثلا، جالي فتره كنت عايزه اتجوز، انا ما كنتش عارفه انها حاجه غريبه. يعني انا ممكن اروح اتقدم لحد، ما كنتش عارفه ان دي حاجه غريبه. يعني بالنسبه لي قلت ما حد بيبقى عايز يتجوز بيتقدم، يعني بيقول. فانا عملت كده. او مثلا اني احط مثلا على الفيسبوك على جروب انا عايزه عريس مواصفاته كذا، يعني من غير ما اعمله انونيمس، يعني من غير ما اعمله مجهول الهويه. ده يعتبر اختلاف. هو مش معناه ده معنى التوحد، بس ده اختلاف عن التقليدي، والشخص ما يبقاش واخد باله ده غريب. يعني هو بس بيبقى ما يعرفش بقى ان هو متوحد. ديفنتلي الموضوع مش جاي بطريقه تقليديه، وده طبعا بيبقى مش مره مرتين، ده بيبقى ده النمط بتاعه. يعني ده النمط بتاعه. في حالتي انا زي ما قلت قبل كده، اني انا مفيش عمري ما دخلت مبادله اجتماعيه الا وحضرت لها. يعني حضرت لها عن طريق جوجل، او عن طريق تمثيل. يعني انا ما كنتش واعيه انا كنت فاكره الناس كلها كده. يعني ان انا اقرا ازاي اعمل حاجه عشان امشي صح. وممكن حد تاني ما يقراش، يعني زي ما قلت كده ايه، من هي يا اما ما يعملهاش يا اما يصارع فيها. ممكن يبدا علاقه كويس جدا لانه عرف يبقى لبق وعرف يستخدم الكلمات الصح، لكن بسبب ان العمليه ما جاتش تلقائيه وجت عن طريق العقل العامل، فطبعا بتكلفه، بيتعب، بتعمل له بالانجليزي بنقول عليها energy depletion. يعني ايه؟ يعني البنزين خلص. لان الموضوع ده بيحصل عند التقليديين من غير ما يفكروا، دي طبيعه ثانويه عندهم. انما عندنا احنا لا. فده بيكلفنا، ده بيتعب. لان انت لو بدات طريقتك كده انت ممكن تمشي صح جدا والناس تحبك جدا، صح. وده اللي بيحصل مع البنات اللي هم في اخر الطيف الاسبرجرز اللي بيختفوا. مثلا دي الطريقه الثالثه اللي اكتشفوها مؤخرا، ان البنت بقى ايه، لا بتخش كده بقسوه ولا بتبص وتنعزل، ما بتعملش كده. البنت بتعمل حاجه ثالثه اللي احنا بنسميها كاموفلاج، يعني تتنكر. يعني مثلا مثال على كده، وده متاخد من الطبيب. البنت في المدرسه مثلا قالت لك بقى انا عايزه ابقى اجتماعيه، بصت كده مثلا قال لك سلمى دي اشهر واحده في المدرسه مثلا، محبوبه سلمى دي، حواليها ناس كتير. طب يا سلمى بتعمل ايه؟ سلمى شعرها اصفر، اروح اضرب شعر اصفر. طب يا سلمى بتلبس بامبا، تروح جايبه لها مليون فستان بامبا البنت المتوحده. ده سلمى بتتكلم كتير على مثلا على ميكي ماوس مثلا تروح هي ايه قاريه ميكي ماوس. هنا عملت ايه البنت؟ الموضوع غير بقى الولد. يعني غير الولد، ان الولد ما بيعملش كده. الولد يا بينعزل يا زي ما بيقول بيخش بقوته. لكن طريقة البنت هنا بنلاحظ ان فيها ابداع وفيها ذكاء عن الولد. لان البنت اصلا، احنا بنقول ان البنت اصلا الانثى كائن عاطفي اجتماعي بالدرجة الاولى. فهي حتى كمتوحدة استخدامها لطريقة التمثيل بتستخدم برضو الايه، عندها شوية اجتماعيات. يعني هي ملاحظة الاجتماعيات. مثال اخر على كده، الولد الاسبرجرز مش الكلاسيك متوحد. الاسبرجرز ممكن يتم اكتشاف الصراع عنده في ثانويه عامه وهو مراهق. انما البنت هتبقى متاخر بعديه. يعني هي دايما هتبقى بعديه، لان الولد وقع اسرع. انما البنت هتفضل تحاول، هي هتحاول وهتحاول بذكاء. يعني لان هي واخده بالها من الحاجات البسيطه برضو. لكن في الاخر اما النقص جاي منين؟ النقص جاي من ان هي مش جاي الموضوع ده عندها بالطبيعه. وطالما ما جاش بالطبيعه يبقى هي مثلته. وطالما مثلته يبقى هي كبتت حاجه طبيعيه. الكبته اللي هي عملتها دي هي اللي بتتسبب بعد كده في اضطرابات الاكتئاب عند البنت، او اضطرابات تانية، اضطرابات طعام، اضطرابات اكتئاب، اضطراب توتر. كل ده بيحصل في اللا شعور. يعني البنت ما بتبقاش بتقول انا بقلد انا بعمل، لا لا لا، هي مش عارفه مالها، هي فعلا مش فاهمه مالها.
هي بتتعب وخلاص، هي مش عارفه مالها. فدي الطريقه اللي احنا اكتشفناها مؤخرا مع البنات، اللي هي بنقول عليها ايه، طريقه التحليل، اللي هي ايه، تلاحظ وتقلد، تلاحظ تحلل تقلد، تلاحظ تحلل تقلد. طريقه تانية مثلا من ضمن الحاجات اللي بيكتشفوها ان البنت العاديه بتجيب بتعمل حاجه اسمها رول بلاي، ان هي تجيب عرايس، والعرايس دي يعني بتبقى ايه، بيمثلوا. يعني مثلا باربي عامله قعده شاي، وساندي عامله بتاخد معاها الشاي كده، في قصه، في خيال بيحصل. انما البنت المتوحده من ضمن اعراضها مثلا، او من ضمن سماتها، مش اعراضها لان ده مش اضطراب، من ضمن سماتها ان هي هتاخد العرايس. لو لاحظت هي بتلعب بيها ازاي، هي جايبه كذا واحده باربي. باربي الاولانيه هي نفسها، وباربي التانية هي زميلتها، وباربي التالتة هي زميلة. هي بتعمل من خلال اللعب التخيلي ده، هو مش لعب تخيلي، هي بتعمل بتفك الشفرة اللي حصل النهاردة، يعني بتفك الشفرة، أو بتتمرن للي هيحصل بكرة في المدرسة. يعني هي مثلا اهي سلمى، هي نفسها اسمها سلمى مثلا، سلمى بتقول لسارة ما تديني المقلمة، وسارة هنا بتزعل عشان مش عايزة تديها مقلمتها. هي مش بتلعب لعبة تخيلية للأطفال، هي شكلها بيلعب بس ما بتلعبش، هي اكشلي بتعمل ايه، تخيل ازاي هتعدي السيناريو بتاع بكرة، او ازاي السيناريو بتاع النهارده حصل. كل ده لا واعي، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تظهر. تمام. تمام. وهو ده اللي احنا اكتشفناه. احنا عندنا 3 انواع زي ما قلت. النوع الاولاني هو النوع مش فاهم حاجه، انا بنعزل. النوع التاني لا، انا هدخل وانا عايز ادخل وبس انا. والنوع التاني ده اللي بيخش بعنف ده، وبيبقى عالي وبيبقى واضح وبيبقى صوته باين ومتعب للي حواليه. عاده ما بيستحملش ان الشخص، ان حد يقول له انت غلط. يعني دي واحده من ضمن صفاته، انه بيزعل جدا ان حد يقول له انت غلط، بيتضايق جدا، عصبي جدا. ومع ذلك هو يعني بالعكس، هو ايه، يصحح هو الناس، او ممكن يروح يشتكيهم، يقول لك ده مش عارفه مين كسر القاعده. مش خبث منه ولا حاجه، ولكن ده جزء من الاسبرجر، ان الالتزام بالقواعد. ودي واحده من الاعراض اللي جايه، اللي احنا بنقول عليها ايه، الاستمرار على نفس الحاجه والنمطيه. تمام. حته مهمه جدا، عشان ده انا كده شرحت اول كرايتيريا اللي هي الحته الاجتماعيه، النقص الاجتماعي. هقول حاجه بس اخيره مهمه في موضوع النقص الاجتماعي ده، وبعدين هوقف الفيديو واكمل بقيه المقاييس في فيديوهات تانية. اما بنقول برضو نقص، اما بنقول نقص في اللي هي في التواصل الغير لفظي اللي انا شرحته قبل كده، له علاقه بالجسم وتعبيرات الوش ونغمه الصوت والكلام ده كله. ده داخل فيه حاجه مهمه جدا، ان الشخص ما بيفهمش، بيفوتوا حاجات كتير من التواصل اللا لفظي ده. لكن هو كمان عنده، هو كمان الشخص نفسه مشكله، وهي تعبيراته هو نفسه انا اسفه، عن كل ما هو غير لفظي فيما يخص المشاعر. يعني ايه انا عايزه مثال على ده عشان افهم. يعني سلمى، احكي لي لما انت امبارح في المدرسه حصل معاكي كذا الموقف الفلاني، حسيتي بايه؟ هنا الشخص يرد يقول ايه، مش عارف. يعني الله، طب بس قولي لي اي حاجه. طب يعني طب مثلا طب انا النهارده الصبح لما قلت لك مثلا لا مش هتاخدي الشوكولاته، حسيتي بايه؟ فالطفل يقول مش عارف، مش عارف، او يقول كلمه ويوقف. هنا ايه، احنا يعني ساعات بنقول عليها ايه، ان في انفصال ما بين العقل والجسم. يعني الشخص عنده ازمه في ان هو يعبر عن مشاعره، ده اللي بيتقال. انما الاصل ايه بقى اللي هو عايز يقوله الطفل؟ ان انا عندي افكار كتير قوي، وعندي مشاعر كتير قوي جوه، وفيها زحمة، وانا مش عارف اخد واحدة من الافكار دي او واحدة من المشاعر دي واحولها لكلمات اعبر لك بيها عن احساسي. هي دي المقصود بالظبط. يعني انا عندي لفظ، حتى الام هنا ممكن تقول له ايه، يعني انت حافظ لي كل حلقات سبونج بوب، وعارف يعني تفاصيل توماس ترين وبيبا بيج، ومش عارف تقول لي انت حاسس بايه. وهي دي الحته اللي انا لازم
اعلم عليها جامد، لان انا هدخل بعد كده في اعراض الاسبرجر وسماته. انا اسفه، مش اعراض وسماته. الذكاء التخصصي، الشخص عنده معرفه كبيره قوي في حاجه، عنده لفظ، عنده كلمات كتير، عنده تفاصيل كتير. ازاي طفل عنده ادراك عالي كده، يعني سلاش ذكاء لفظي كمان، ومش عارف حتى يقول لي هو حاسس بايه؟ صح؟ هي دي مشكله الاسبرجرز بالمناسبه. هي دي مشكله الاسبرجرز، انه يبان قوي ولكن ده شخص عنده ضعف رهيب مستخبي. مثلا من ضمن الحاجات ان الام تقول انت مش عارف تقول لي، يعني هو مش عارف يشرح لانه عنده مشكله ان هو ينقي حاجه من الزحمه اللي جوه دي ويحطها في كلمات، وهو ده نقص التواصل اللفظي والغير لفظي. يعني هو ده تعبيره، ده اللي مكتوب في البتاع. الناس فاكره ان المتوحد ما بيتكلمش، ده متوحد الكلاسيكي. الاسبرجرز مش كده، اسمها اسبرجرز اهو، لكن انا مستحيل اعرف اشرح انا حاسه بايه، لان انا اصلا ما اعرفش انا حاسه بايه. مستحيل، هو بيطلع في حته تانية، ودي واحده من الكوارث. لكن على الصعيد الاخر بقى، الام انت طلبت منه ان هو يشرح مشاعره في كلمه، هو بيقول لك I don't know، انا مش عارف، انا مش عارف، او يتنرفز ويمشي. لكن عنده بنفس الضعف ده عنده قوة رهيبة ان هو يطلع المشاعر دي في نوع من انواع الفن او العمل الغير لفظي. ده ممكن يطلع في ايه؟ في مزيكا، بيغني، لما بيغني بيرتاح، ولما بيغني بيقول عليها بالبيرفكت بيتش، يعني عارف يجيب الطبقات صح جدا. مش ان صوته حلو، عنده اذن موسيقيه، عارف يجيب الطبقه صح. مثلا ممكن يجي يطلع في الفن من نوع تاني، التصوير بيحب ياخد صور الحاجات اللي حواليه. لان احنا بنقول حتى بالانجليزي where language fail art speak، يعني اينما فشلت اللغة في ان هي تؤدي مهمتها الوظيفية في التواصل، الفن بياخد مكانها. هو ده بالظبط العرض التوحدي، في حته ان هم ليس لديهم قدره. يعني ان انا البنت، انا في بنت فيلسوفه صغيره كده تتكلم، هي متوحده طبعا، ما حدش عارف انها متوحده، فيلسوفه البنت بتقول كميه حكم مش ممكن، يعني تحس انت قاعد مع ارسطو. طبعا ده جاي برضه من قراءاتها وان هي منهجيه التفكير. لكن هو ده نقص المشاعر، انك لو سالتها انت حاسه بايه، انا ما اعرفش يعني، او انت متضايقه يا بنتي عشان مش بعمل كده مثلا، ده مثال. احنا هنا عندنا نقص او اختلاف، تضحك قوي على حاجه ما تضحكش خالص، في اصطناع. لكن الحته دي، حته الفن دي، ان هم علشان كده. وطبعا انا اتمنى ما ازعلش حد، يعني 3/4 الاسبرجرز والمتوحدين ما بيمشيش معاهم العلاج الكلامي، هم محتاجين مساعده، اصلا يعرفوا هم حاسين بايه ويتكلموا فيه، ويبقى عندهم مفردات. هو بصراحه مش المفردات، ما انا عندي مفردات، انا عندي مشكله اصلا ان انا اعرف انا حاسه بايه، دي اكيد يعني. وبتبقى وانت طفل بتبقى الحته ضايعه خالص يعني فعلا. لكن الوسيله التانية هو الفن. علشان كده كتير جدا من المتوحدين لا يعني لا ينجح معهم ابدا العلاج الكلامي، العلاج المعرفي السلوكي. انا ما بعممش، ولكن بينجح معاهم اللي احنا بنسميه العلاج بالفن، لان او الرياضه بيسكلي، ومع مساعده طبعا في ان هم يعبروا عن ان هم يفهموا. هي دي صعبه، ودي لغايه دلوقتي انا بعاني منها الحقيقه، بيطلع في اضطرابات تانية بعد كده. تمام. فهي هنا نقص في ان انا افهمك او افهم حاجات كتير انت ما قلتهاش، مع كمان ان انا اعبر. تمام، اعبر بالشكل الدقيق وبالكلام، وخاصة بالكلام. وهو ده نقص، هو ده النقص في التوحد. انا الحتة دي كانت هتجنني لما حد يقول انت بتتكلمي. طب ما انا عارفه ان انا بتكلم، ده انا ممكن اكون بتكلم احسن منك، انا اكشلي ذكائي اصلا لغوي يعني فهي مش دي الفكرة. النقص بيظهر من واحدة من الحاجات دي. انا هنتهي، ده اول كرايتيريا على فكرة، كل ده ده المقياس الاولاني في التشخيص. طبعا مش كل ده لازم يبقى موجود، انا قلت كل اللي ممكن يبقى موجود وانت بتلاحظه، لانه الحاجات دي مع الاسبرجرز ما بتتلاحظش في الطفولة، هي بتتلاحظ عادة لما الشخص او الطفل ينتقل من مرحلة الابتدائية، كان بيمشي نفسه بقى،
لمرحلة الثانوية مثلا أو المراهقة، لأن المراهقين بيبقوا اختلفوا. هما المراهقين هنا اختلفوا من الناحية الاجتماعية، بقى اجتماعيا بقوا معقدين أكتر، بقوا عاطفيا معقدين أكتر، فما بقوش زي الأول الابتدائيين سهل إرضائهم، ما بقوش سهلين كده وهيعدوا لك، لا دول بيتقسموا للجزء اللي هو ايه الذكي قوي، اللي مش هيسمح لأي حد يخش في الدايرة بتاعته إلا لو لبق وبيفهم اجتماعيا، مش عبيط. وفي الجزء التاني اللي هو بيصيع مخدرات وما اعرفش ايه، وده غالبا الجزء اللي بيقع مع المتوحد، اللي بيقع فيه، لان النوع ده من الناس هما اللي بيبقوا ما عندهمش مانع ابدا تخش في دايرتهم بس تسمع كلامهم. انا برضو ما بعممش. انا شخصيا كنت محظوظه، يعني كان عندي صديقه لكن طبعا وقعت طبعا في شباك. حصل لان مش اي حد بيرحب بيك وانت مراهق او شاب، مش اي حد. ولو انت انعزلت فده يمكن اقل الضررين يعني. المهم انا كده شرحت اهو الحته الاجتماعيه دي، الكريتيريا الاولانيه، وهي حتى اولها كده: نقص التبادل، المبادله الاجتماعيه، نقص التواصل الغير لفظي، والحته الثالثه في الحته الاجتماعيه دي صعوبه المبادره والحفاظ على العلاقات. تمام، انا وضحت هي بتحصل ازاي، ووضحت ازاي ممكن تبقى مخفيه عند البنات. طبعا ده مش بس الامثله، ما بتقفش هنا، في حاجات طبعا امثله اكتر، بس هوقف هنا. والمره الجايه هقول الكرايتيريا التانية والتالتة اللي هما بنشخص بيها الاسبرجرز يعني. شكرا.